تخيل معايا الاخوان المصريين. باقي الماتش ما كملش، يعني كاش مصر رابحه وداروا واحد البلباله، راه ما يمكنش. صافي الناس راه تيقول لك حنا راه يعني بحال المباراه النهائيه وداو لكاس العالم. انتما تشوفوا، انا قلت لكم شي لقطات بغيتو تشوفوها تفرجوا معايا دابا. احنا خدنا كاس العالم خلاص. احنا ابطال العالم. احنا ابطال العالم. يلا احنا مصر ولا الارجنتين ولا اي حد. احنا مش شايفين حد قدامنا. بقاو كيشوفوا حتى شي واحد قدامهم، وهذا الشيء راه باقي غير الميطه الاولى. احنا مصر. 3 اجوان في الارجنتين. 3. هتلغي هنجيب برضه. احنا مصر. مصر في ربع النهائي غصب عنك انت وهو. عرفت على ما كيمعني دابا. ايوه. ترى مصيبه كحله. وشوف مصر البارح كانت غدوز على نقشه، ما عندهمش الصهر. ندوزو نشوفوا شي فيديو اخر. اتظلمنا. بنقول الحكم الفرنسي انت ظلمتنا النهارده. ما ظلمكم حتى شي واحد بالرجوله، حتى شي حد ما ظلمكم، ظلمتوا رجولكم. الارجنتين لا تستحق الصعود لدور الثمانيه. مصر هي الاحق. عادت الارجنتين بفعل هذا الحكم. رجعت الارجنتين بفعل هذا الحكم. دابا بالله عليكم، واش انت دابا رابح بجوج لزيرو ولا لاعب 6 في الديفونس؟ ما يمكنش. ما شوف، كاع المنتخبات حاليا في كاس العالم، كاع المنتخبات اللي استحوذوا على الكره راه ما تقساوش رابحوا. انت لا رابح بجوج وعاطي الارجنتين الكره، وعاطي الارجنتين خليها الكره ما مشيش. الحكم ضغط علينا في انذارات. لينا فاولات ما اتحسبتش. لينا ضربه جزاء ما اتحسبتش. لينا جون ما اتحسبش. يعني هذاك البيت اللي تحيد ليكم فيه كفر. رجعوا للفار، هو راه الحكم راه حسبوا قال الساعه راه حسبوا، ولكن الفار قالوا لي راه كاين واحد الكفره قبل. ضيع علينا هذا الحكم منه لله. منه لله على ظلمه لينا وظلمه الملايين اللي كانوا مستنيين في مصر والعالم العربي. لكن الحكم ظلمنا. باش نكون معكم واقعي، انا ما بغيتش نمشي يدوزوا، وحتى الارجنتين ما حاملهاش الدوز، ولكن راه اللي قسى مصر راه هو المدرب. باش نكونوا واقعيين، راه تفرجت في الماتش كامل، مصر قساها المدرب، وداروا داك اللعب ديال لافريك ما غيخدمش لهم في كاس العالم. هذاك اللعب ديال انك تماركي بيت ولا جوج وترجع الله تبقى تضيع في الكره، تضيع في الوقت، راه ما خدامش في كاس العالم. ظلمنا. تا واش جيتي مع الارجنتين عندها الطيارات، عندها النواوه، عندها ميسي اللي من والو تيخلق فرصه ومخلي لهم الكره بغيتي تربح، راه ما يمكنش. بمنتهى القبح. منتهى الضلال. هو الرقه صاحبي ماركاو و15 دقيقه الاخرى جابوا فيها الربح، ريمونتادا وربح. ربع ساعه خسروا عليهم. منتهى ظلم تحكيمي بين لمنتخب مصر. ظلم تحكيمي كانه احنا مفروض علينا ان الارجنتين لازم تكمل. احنا مفروض. واحد المقال قريته، واحد ماشي مقال تدوين، انا نوري لكم دابا. هي هادي. قال لك الان شيرار كيهضر على مباراة مصر والارجنتين بكأس العالم. عندما ترى وتسمع ما قامت به مصر بعد نهاية المقابلة، يعيد إلى الأذهان ما يفعلوه في أفريقيا. هادشي اللي قلت لكم. ويدفعهم ويدفعهم للسؤال عن مصدر ألقابهم. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بكرة القدم. وأضاف: انهزموا بسذاجة وبدل لهم الطاقم المتسبب، نفس الهضرة اللي تنقول أنا، في الخسارة المحبطة. صبوا جام غضبهم على الحكم الذي كان نزيها بالمناسبة. سولهم على الألقاب اللي داو، كيفاش كانوا كيديوهم. مفروض علينا ان الارجنتين لازم توصل لغايه الدور النهائي. احنا مفروض علينا ان ميسي لازم يكمل في البطوله، ومفروض علينا. دابا ماتش قبل ديال كاب فيردي والارجنتين، كاب فيردي كانت غادي تربح. هي فرقه منتخب ما معروفش كاع، غابه، والدليل الارجنتين حتى الاشواط الاضافيه. او من غير المفروض بقى ان منتخب مش من المنتخبات الاسماء الكبرى في كاس العالم يحقق انجاز ولا يوصل للفاينل. شي الكاب فيردي والله كون كانت هي اللي مسبقه ديك الجبيوت الارجنتين وربحات ودازت. الكاب فيردي كانت كتستقبل هي الاول وكتجيب التعادل، كتضرب عليها الثاني وكتجيب التعادل. يعني كانت شويه هذه القضيه قاصحه شويه. الارجنتين كونتر المنتخب. ما كملهاش كاع، علاش نكملها؟
يا جدعان والله العظيم الواحد ابسط دقيقه الفرحه مسخيط الوالدين. فخور إن هو مصري، والله فخور إن هو مصري. ايه الحلاوه دي؟ بصوا ولا عشان كده عايزين يشمتوا فينا. ابني وسمعني، قول يا ابني ومتعني. منتخب مصر بيحط على الارجنتين. لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه، مصر واخده بطل العالم ورا مصنع الكراسي. ما تسمعوني حسكم ايه اللي حصل عندكم. منتخب مصر هنا القوه، هنا القوه، هنا منتخب مصر. ابطال العالم قدام منتخب مصر زي الفيران. جيبوا لنا اللي بعده، معلش يا ميسي. اللي بعده المطار، الطياره يا جدعان. معلش يا ميسي، يا ميسي خليت حسي يعلى يا ميسي. منتخب مصر بيقدم عظمه. ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر بيسجل الهدف الاول. يلاه البيت الاول خرجتو فرحانين. ودي اقول كان شي فرق بين شي منتخب اللي غير مصنف، ماشي مشكل. وتمن الارجنتين رقم واحد في العالم. ابلع ابلع يا ميسي، ابلع ابلع يا ميسي اللي معلق حسي. مين بعده يا جماعه؟ البطوله دي مصريه. الكاس ده بتاعنا ان شاء الله. حد اللي يشوف في حاجه قول يا بلوشي، قول يا بلوشي. لا على الحاقدين، انا قلت لكم بتفائل بالناس اللي بتشجع الاقسام بتاعتنا. كل ما نيجي نلاعب منتخب انت بتشجعه والله بتفائل. هذا دابا المشكل. تخيلوا معايا كون ضربوا الارجنتين، ناري 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 جا مسكت. هو جا مسك. شوف من حقهم باش نكونوا واضحين، ولكن راه ما غيسكتوش. والله لا سكتوا. صافي راه غايقولك صافي نرجعوا بحالتنا لمصر. ما بقيتش غنكملوا في هذا المونديال هذا. انا قلت النهارده هنكسب 2 أو 3 ان شاء الله. تكمل على خير يا مصريين، وبنشكر كل مصر الى الدور الثاني. عرفتها بلي يروحوا ناري 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 ناري. اش صافي يشجعوكم هادو ولا لا طفرتوا؟ انا نضمن لك باللي يروحوا. كنت عارفهم باللي يروحوا. كنت على الهدف الثاني المنتخب المصري صار اول فريق افريقي عربي صح يشرفنا ملي بدات كاس العالم في 1400. مش عارف وين كنتي تحيد ديك عربي، فهمتي؟ احيدك عربي، يقول افريقي عربي احيده. مصر بجدارة واستحقاق أول فريق عربي يشرف العرب في كأس العالم في تاريخ كأس العالم. مبروك عليكم، فرحة من القلب خويا. أنقذتونا من واحد التطبيق تاع واحد البلاد. قول السميه ديالها، قول السميه. هذيك البلاد راه باقا لعبه باقا في الكومبيتيسيون. راه تلعب الروبور مع فرنسا، وان شاء الله ندوزو للدومي فينال، وان شاء الله نمشيو للفينال كاع. لما لا؟ صافي لو وصلنا للفينال راه صافي غنجيبو لك الكاس، نديروه في واحد الصناديقه ونجيبوه معنا في الطياره. ديك الساعه نفكسو لكم مراره. واحد القضيه قبل ما ندوز للفيديو الاخر. واش لاحظتوا ولا نتوما مصر عندهم الصليب في التوني ديالهم؟ ما تيقشونيش. وريتكم دابا. وريتي بان هذا هنايا. كان دابا على الفيديو ولكن عندي تصويره واضحه مزيان. شفتوه ولا ما شفتوش؟ شوف الصليب فين كاين. هذا راه صليب. تقولش لي لا هكا راه كاين واحد الدواره. لا راه كاين صليب. هذا صليب هو دايرينه في التوني ديالهم. ولا ما تيقش يمشي يقلب على التوني ديالهم ويشوف واش كاين ولا لا. اللي يقول لك زعما راه فوتوشوب ولا شي لعيبه، ادخلوا لجوجل وقلبوا على التوني ديال مصر وغتشوفوا هو قد شناهو. فهمتش؟ واش ما كيشوفوش هاد الناس المكلفين بالتوني ديالهم؟ ما كيشوفوش اللعيبات، ما كيقلبوش. الله اعلم. يعني يا كابتن حسام حسن احنا اتظلمنا وكل حاجه، لكن انت فايز 2-0 اللي عندي ده 80 2-0. هذا المصري الوحيد اللي كنظن عاقب القالب. 2-0 كان ده 10 دقائق والحكم يصفر بفوز وانتصار منتخب مصر. مش عارف تظبط الدفاع. دقيقة 80 مصر 2-0. تبقى 10 دقائق. 10 دقائق عاد دوز. 10 دقائق دوز. شد فيها كورة قعدت تلعب انت واللعابة ديالك في الدفاع، ويقول ما تخليهاش للارجنتين. خليتها الارجنتين في ربع ساعة وركوك على البوشون. مش عارف تظبط الدفاع. في اخر الدقائق لعبوا عرضيات، لعبوا كل لعبهم عرضيات.
كابتن حسام نزل مدافع تاني دافع ال 10 دقايق دول. كابتن حسام 2-0 لينا، 2-0 لينا، مش قادرين نحافظ عليهم. انا مش عارف اقول ايه. الله يخرب بيت الحكم الفرنسي. يا جماعه اخواني المغاربه خدوا بالكم من التحكيم، خدوا بالكم من التحكيم. زي ما النهارده ظلموا مصر التحكيم بالرجولة كان مزيان، ما ظلموكم في حتى شي حاجة. كاين شي لقطات فيها شي حاجة، ولكن التحكيم كان تقريبا غنقول لكم 9/10. مصر لها ضربه جزاء، محمد صلاح ليه ضربه جزاء زي ما هذيك ديال محمد صلاح قاص البالون هو الاول، ملي كتقيس البالون عاد كتبقى تقيس اللعاب صافي، ما كتبقاش كتولي كتسمى لعب شي الكره. بحال مثلا ملي كتكون مثلا مدافع كيضرب الكره براسو كتمشي كضرب ليه في يدو، راه ما كتحسبش بيلانتي. هاد الضربات في واحد العضو من الجسم هو الاول عاد مشات اليد. ظلموا مصر النهارده. كاينه واحد البيلانتي اللي ممكن تكون فيه شي حاجه، هو فاش شد واحد اللاعب ديال مصر طيحو في الكاري، هذاك فيه ان كان المفروض النتيجه 3-1 مش 2-2، لا 3-1 تتقلب. زي ما ظلموا مصر النهارده خد بالك، خد بالك امام فرنسا زي ما حصل معاكم في 2022، زي ما ظلمت امام فرنسا. الفيفا عايز فرنسا تكمل وكان عايز النهارده الارجنتين تكمل، فخلي بالك من التحكيم. وهنا بقول للجامعه الملكيه المغربيه خدوا بالكم كويس جدا 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 من التحكيم. علامات استفهام كبيره جدا على التحكيم. لما رئيس امريكا يرجع لاعب واخد طرد يخليه يلعب بشكل طبيعي، ولما النهارده في ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه لمحمد صلاح ما يرضاش يحسبها ويحسب هدف لصالح المنتخب الارجنتيني. فخلي بالك، خلي بالك في كواليس وفي مؤامرات بتحصل على المنتخبات الافريقيه، مش عايزين المنتخبات الافريقيه تكمل ولا المنتخبات العربيه. هارد لك رغم كل شيء، هارد لك. اقسم بالله عملنا بطوله قويه. المنتخبات الافريقيه الاغلبيه فيهم كانوا رابحين دقيقه 80 ورابحين، دقيقه 10 دقائق. وعاد السنغال كاع دقيقه مع شي 86 2-0 باش رابحه مع بلجيكا، سقات خاسره. اقسم بالله عملنا تاريخ. يعني انا حزين على المباراه ان احنا ضيعناها بسهوله. المغرب كنا خاسرين مع هولندا، هذيك هولندا شحال دقيقه 91 خاسرين صافي، راه كلشي ولا المغرب تكسات. وجبنا التعادل مشينا الاشواط ودرنا محاوله في اشواط اضافيه وجاب الله التيسير في بينالتيات. اولى احنا كنا اقرب للفوز. لو المغرب ده يا جماعه مستحيل يدخل فيها هدف، وفايز 2-0 مستحيل يدخل فيها هدف بهذا الشكل، مستحيل. لكن احنا ما نعرفش في ايه، انا ما اعرفش. يا عم نزل مدافعين، يا عم وقف المدافعين زي الناس، يا عم اظبط الاداء. والحمد لله تحطينا في واحد الطراجي فيها المنتخبات الواعرين ودوزنا لحد الان، راه غادي بخير وعلى خير. فرنسا اللي ما عرفش ما ديال فرنسا راكم عارفين، فرنسا والمغرب. فرنسا راه كانت مستعمره المغرب، يعني حتى شي دوله في العالم ما غاديش تبغي المستعمر ديالها تولي احسن منها. لعبنا معاهم كره راه غناكلهم. دخلات السياسه والو وكذا راه اخبار في راسكم. كنا عايزين نفرح النهارده ونتبسط النهارده ونكون سعداء النهارده، لكن معلش هي دي كره القدم، هي دي كره القدم. في النهايه مصر شرفت وادت وعملت. النسخه الجايه غتكون في المغرب، البرتغال، الاسبانيون. الا جيتو في المغرب كتكون تلعبوا في المغرب غتبوردوا عليه ديك الساعه. دابا من دابا توجدوا ل 2030. اللي عليها وتألقت وابدعت وخرجنا من بطل العالم. ولكن انا لو حيت الا ما داش المغرب كاس العالم هذا العام هذا، راه في 2030 راه ما كاينش غير حيداني باش نكونوا واقعيين. اتغلب من اول المباراه مش هزعل كده عادي، ما فيش مشكله. اول دي الارجنتين وفازت علينا، لكن انا فايز عليهم 2-0 2-0 يا مؤمن، وبقى 10 دقائق. ده اللي يزعل وده اللي يقهر وده اللي يتعب وده اللي يخليك تتجلط. اقسم بالله اقسم بالله. خلاص خلصت الحكايه، انتهت الروايه. منتخب مصر خارج المونديال بشكل رسمي. كل التوفيق للمنتخب المغربي. ان شاء الله المغاربه الاسود يوم الخميس بعد بكره يرفعوا راسنا. والمنتخب اللي دايما بيشرف الكل، والمنتخب اللي دايما في ثقه كده، الواحد بيتفرج بيبقى حاسس كده في ثقه كده ان المنتخب المغربي يكسب ويعدي ويتفوق. والله الله اخويا الله ندوزو هاد فرنسا هادي. انا شوف انا بالنسبه لي نضربها فرنسا يجعل البركه، لكن نتقسم مع الاسبانيون في الدومي فينال ماشي مشكل، ولكن هاد فرنسا هادي خاصنا ندوزوها باي طريقه كما كانت، خاصنا نضربوها. ايوا وما يصيرش نقول لكم ضيعتوا تاهل ساهل، ما ظلمكم حد. التاهل ضيعتوه بيديكم، درتوا اللعب ديال لافريك راه ما خدمش ليكم، راه ما عمره يخدم ليكم. كوب دي موند راكم شتو المغرب راه بدل المنظومه كامله، عاد ولينا كنوصلوا واحد المستويات متقدمه في كاس العالم.